انت بتعمل لي ايه؟ فرحة اختي وهدعموها. طب اخرج لي، ما الفرح خلص وخلصنا ان شاء الله وخلصت. تعالى لي، انت هتدهولي ايه تاني؟ كفايه كده. تعالى يا حبيبي، تعالى تعالى، خلصنا وخلصنا. وهخرج بقى كده ان شاء الله. عايزه ايه؟ اظبط الدنيا زي ما كانت. احلى متابعين في الدنيا، عقبال عندكم يا رب. فرح بنتي، قري فتحة بنتي كان النهارده. وبصوا بقى، انا خلاص خلصت بجد، خلصت يعني. عبال ما قري الفاتحه خلص انا كنت تعبت يعني. عبال ما روقنا وعملنا. بس يا زين طبعا انت عندكم بقى ايه، اطفال زي عندي كده طبعا ما شاء الله عليهم. فطبعا ايه، مفيش حاجه على صالح حالها يعني. بصوا ازايز تلاقوا كل حاجه مترميه انا كده يعني والله العظيم انا كده يعتبر روقت يعني. انا كده يعتبر الحمد لله رجعت الشقه يعني شبه ما كانت تقريبا يعني. تعالوا. طبعا الشقه دي كانت مليانه بقى بسكوت وبتاع. هقول لكم بقى على فكره حلوه، لما يكون عندكم انتوا عاملين جاتوه في قري فاتحه او كده بسكوت. شفتوا الاكياس دي يا جماعه؟ الاكياس دي انا كنت مديها على طال الناس، كانوا اللي بياكل طبق الجاتوه بيرميه فيه. فطبعا عندي كان ما شاء الله عبال والله ما خلصت الفاتحه ما تعبتش قد كده برضو. بس انا اللي تعبني اللي هو قبلها، اللي انا كنت طبعا بروق وبتاع. فطبعا والله العظيم اللي تعبني ان انا يعني قبلها كنت بروق وكده. فطبعا زي ما انتم شايفين كده طبعا انا عملت الستايل بتاع الستاير ده جديد طبعا عشان بنتي كان قري فتحتها. شلت الستاير بقى اللي كانت عندي. طبعا عارفين اوضتي والاوض اللي انا بصور فيها وشقتي كلها انتوا عارفينها وحافظينها. وطبعا انا عملت الستاير دي وقولوا لي ايه رايكم كده، عقبال عندكم يا رب. وطبعا المناديل اهم حاجه. المناديل والله العظيم رحت اشتريت 4 علب مناديل عشان اللي ياكل جاتوه ايديه تتدهول او طفل يبقى في ايده فيها حاجه يمسح. طبعا انا بقيت حاطه في كل اوضه علبتين مناديل. اهم حاجه الباسكت. خد يا زين دخل الباسكت ده المطبخ. لا يا زين بقى، فتعالوا اوريكم المطبخ وتعالوا اوريكم طبق الجاتوه عشان ما تقولوش ان انا كدابه طبعا. وانتوا طبعا هتشوفوا عندي انا منزله على الفيس وعلى التيك توك اللي متابع منى وتامر. بصوا طبق الجاتوه هي طبعا زي ما انتم شايفين مطبخي كده ما شاء الله. حتى المطبخ حتى فيه مناديل عشان الناس. ربنا يا رب يفرح الناس كلها يا رب. ربنا يفرح الناس كلها ويفرحكم بعيالكم ويفرحكم بولادكم. هي بتبقى بس على الام صعبه وفرحه يعني. هي بجد فرحه حلوه لما تكون بنتك سعيده بان هي اختارت شريك حياتها. ربنا يتمم لهم على خير يا رب ويفرح قلبهم هي وهو يا رب. هتقولوا لي انت بتكدبي او انت بتعملي شو؟ اقول لكم قسما بالله انا حرفيا بنتي اتخطبت فعلا. بصوا يا جماعه انا ايدي اهيت دبلتي اهي انتوا شايفينها اهيت. انا عشان بنتي ما بنزلهاش على السوشيال ميديا اهي. دي ايد بنتي وبنتي بتصورني اهي زي ما انتوا شايفين كده. بس هتلاقوها في الفيديوهات انا منزلاها على الفيس على منى وتامر وعلى التيك توك منى وتامر. كنت عامله بث مباشر. انتوا عارفين حرفيا قسما بالله انا واقفه بكلمكم انا جسمي كله بيترعش. حاسه جسمي كله مهزوز طبعا من التعب. زي ما انتوا شايفين مطبخي كده وكل حاجه. انا حرفيا هديت الدنيا وبنيتها. البابا دي طبعا هتترمي بس انا حبيت قبل ما ارميها اوريكم طبعا هي الاطباق عشان ما تقولوش ان انا كدابه او حاجه. فيا رب يفرح قلبكم ويفرحكم بعيالكم يا رب العالمين. هاتي يا بوسي التليفون وسعي كده من قدام الكاميرا عشان اصور. وسعي. بصوا كده اهو. ده عندي اهو الريسبشن. وطبعا انا كان عندي هنا السفره. انا شايله السفره زي ما انتم شايفين كده. انا شايله السفره خالص وحتى كراسي السفره لان السفره كانت هتضايق عندي لان انا كان عندي ما شاء الله كميه ناس. الله اكبر والله ما عزمتش حد ما شاء الله من فرحتهم. طبعا انا لقيت بنتي واصحابها واصحاب خطيبها
واهالينا وقرايبنا. انا فوجئت بكميه الناس ما شاء الله بجد، اللي جات لي. فانا طبعا كان كل ده عندي، والاوض عندي مليانه. نسيت بقى اوريكم، كانت اوضه النوم عندي مليانه، السرير بتاع اوضه النوم بتاعي والله انا من لخمتي نسيت اصور لكم. اوضه النوم عندي كانت مليانه اطباق الجاتوه دي محطوطه على السراير كلها، على السرير عندي كله كانت مترصصه اطباق جاتوه. فطبعا انا عندي المطبخ كان زي ما انتم شايفين كده مش هينفع، وما كانش هيكفي ان انا احط على الرخامه بس، ما كانش ان انا هينفع ان انا احط بس على الرخامه. فزي ما انتم شايفين كده، فربنا يفرح قلوبكم بولادكم يا رب العالمين، ويفرحكم بعيالكم، ويخلي لكم ولادكم، ويفرح كل واحده بابنها وبنتها، وما يحرمش حد من عياله، وما يحرمش حد من اعز ما ليه ولا من اهالينا. العزوه حلوه يا ولاد والله بجد، والله العزوه حلوه. اوعوا تعيشوا لوحدكم، او حد يفكر يعيش لوحده او يفرح لوحده، لا. الفرحه يعني ان احنا نفرح لوحدنا او كده والله ما حلوه. طبعا انا جبت فرش للارض، ده فرش عندي، فرش هنكمل هقول لكم. ده فرش عندي المطبخ اهو، ده كل ده انا جايباه جديد اهو. وده عندي برضو الفرش بديل السجاد يا جماعه، جميل قوي، انا لسه جايباه جديد زي ما انتم شايفين كده. جايبه بديل السجاد ده، بديل السجاد ده جميل جدا 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 بجد وحلو جدا. دي الاوضه دي، اوضه الليفنج اللي احنا بنقعد فيها زي ما انتم شايفين كده. اوضه الليفنج دي انا بنقعد فيها طبعا، وانا صورت فيها كذا مره اهي زي ما انتم شايفين كده. الاوضه دي زي ما هي كده بنقعد فيها، دي قعدتنا كلها فيها. لكن انا عندي هنا الريسبشن اهو، ده عندي لما حد بيجيلي او ضيف بيجيلي بيبقى هنا القعده كلها هنا. لو بقى مننا وعلينا بدخله عندي اوضه الليفنج بنقعد فيها. دي الاوضه دي انا بقعد فيها انا وولادي علشان ما دهولش الصاله، ويبقى حاجه عندي مرتبه بره. بس نكمل كلامنا بقى. بقول لكم يا جماعه بجد، الواحد ما بيعيش لوحده فعلا حرفيا، يعني بلاش نعيش لوحدنا. العزوه حلوه، ما يكون حواليكي حد، عيلتك بجد، الناس يعني بجد والله العظيم. انا امبارح كان احساس حلو لما لقيت، انا ما عزمتش حد وما قلتش لحد حاجه، ولقيت الناس كلها جايالي وفرحانه من غير ما انا اقول. وبعدين لما يكون عندك فرحه، حد من عيلتك او حد من جارك، مش لازم تستني ان انت يعزمك، او مش لازم تقولي لحد. لما انا اعرف ان عندي حد حبيب ليا خير، اروح له من غير ما يعزمني، ما استناش العزومه. يا جماعه بلاش الكلام دوت، وبلاش المواقف دي، عشان المواقف دي بتزعل البني ادمين وبتزعل الناس من بعضها. لما نعرف حد عنده حاجه وفرحه وعنده خير نروح له، بلاش نستنى ان انا اقول لك، ولا ده يقول لك، ولا ده يعيد لك. لا، انت بتحبيني هتجيلي، ده الحب الحقيقي، ودي العيله الحقيقيه، وده بجد ده المسمى الحقيقي للقرايب وللحبايب. هو ده بجد، ان انت لما تعرف حاجه عندي ان انت تجيلي من غير ما تستنى مني عزومه. لان انتوا عارفين ام العريس وام العروسه، ويعني بجد بنبقى بننسى ناس، وما بنبقاش فاكرين مين ولا مين ولا مين هنعزم مين ولا مين. فيا ريت يا جماعه، انا وجوزي والله، انا وتامر جوزي بنعمل كده لما بيبقى في فرحه عند حد، والله العظيم ما بنستنى حد يعزمنا قسما بجلاله الله. ربنا يفرحكم بولادكم كلكم يا رب العالمين، ويفرحكم بعيالكم، ويخلي لكم ولادكم يا رب، ويفرحكم بيهم يا رب العالمين. اشوف وشكم بخير احلى متابعين في الدنيا. اعملوا لي لايك وشيروا سبسكرايب لو بتحبوا منى وتامر، ومحتوانا بجد يعني حلو بالنسبه لكم. فرحوا قلوبنا وخشوا قولوا لنا مبروك، هحس ان انتوا بجد بتحبونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.